ما تزوجتش واحدة عدنية يا أستاذ ولا شيء؟ ما حصلش. ودحين هذه أم الأولاد هي الوحيدة التي توفيت يعني الله يرحمها رحمة سنة. الأبرار. وسأطلب من المشاهدين الكرام جميعا بأن يقرأوا الفاتحة للسيدة المعصومة المحترمة التي عاشت دربها وعاشت حياتها وناضلت مع الفنان. لأنه أنا أقول لكم حاجة، إعلامي فنان مشهور هؤلاء يضيع عمرهم وحياتهم وهم بين الفن وبين الأصدقاء وبين الجلسات وبين المناسبات، وبالتالي هي بتصبر وتربي أبناء وتعيش حياتها. نعم. يعني فرحمة الله. تتيح لي الفرصة كانت يعني كثيرا يعني صبر عليك كي أمارس أعمالي الفنية وكذا، لأنه لولاها ما كنت أقدر أعمل شيء يعني. صح. والأطفال يعني موجودين في البيت يعملوا دوشة ويعملوا. صح. يا أستاذ أيوب، أنا مرة علمت أن أنتم سافرتوا أنتم إلى الأردن، كانت هي مريضة ولا كنت أنتم مريض؟ هي كانت مريضة أكثر مني. هي كانت مريضة، كان نعم. عندها القلب. عندها الكبد. الله يشفي، الله يرحمها رحمة الأبرار. سكر ومشاكل. الفاتحة إلى نيتها. وأقول بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أحسن الله إليكم جميعا مشاهدينا الكرام. وأقول إنه مهما يلوعني الحنين، وأقول تليم الحب، وأقول أغنية لحن الحقول، وأقول زارع الحب، وأقول وازخم، وأقول مكانني ظمآن مدارب السيل، هذه من أجمل الأغاني اللي أحبها أنا يا أستاذ أيوب. الحمد لله الحمد لله. هذه كلماتها لمن؟ عبد الله عبد الوهاب بن عمان. عبد الوهاب بن عمان الفضول الله يرحمه. نعم. تذكروا يا أستاذ سنة كم غنيتوها؟ في عام كم؟ هذه في عام تقريبا 89 كذا. 89 مدارب السيل. 89 تقريبا. مدارب السيل. نعم. هو صحيح انه اليمن ما ادري تغيرت في الفتره الاخيره حتى بقل الامطار، كانت بتعز وكانت كانت من اجمل بقاع الله، فيبدو انه مدارب السيل هذه كانت واحده من التواريخ انا ما احفظهاش يعني. 89 أيوة بالضبط. أيوة غلط. أيوة. 89. وطير مالك ويا سماواتي بلادي اذا عرجنا على الجانب الوطني، فاقول اللهم احفظ اليمن واللهم احفظ هذه الهامه، اسال الله انه لا يريد مكروه. امين وانه واياكم يطول عمرك يا استاذ، حتى تجد كل ابنائك وحتى تجد كل احفادك وحتى تجد احفاد الاحفاد في خير كلهم. وانتم كذلك شاكرين مقدرين الله يحفظكم. اجمل الاغاني يا استاذ الوطنيه اللي حسيتوا انكم كتبتوها من يعني غنيتوها من داخل القلب؟ الحقيقه انا لا افرق بين انشوده واغنيه واغنيه يعني. صحيح. اقول كلهم اولادي يعني. صحيح. ايوه. ولكن من اخذت يعني الشهره الكبيره واخذت مكانها يعني هي رددي ايتها الدنيا نشيدي التي صارت يعني نشيد وطني. صحيح حاليا. صحيح. اليمن فالله يجعل النقمه، لانه في الاخير كلهم اذا لم يحبوا اليمن فلا فائده منهم، لانه نحن صحيح نحن من نقرر، الشعب من يقرر، لكن هؤلاء المسؤولين جميعا ندعو لهم في السراء والضراء بأن الله يأخذ على أيديهم عاتق هذا البلد وأن يوصلوه إلى بر الأمان. يا سماواتي بلادي أيضا واحدة من جميل الأغاني ومن جميل الأناشيد، وكل ما أردتموه مشاهدينا الكرام يمكنكم بأن تدخلوا على صفحة الفنان أيوب طارش عبسي في الصفحة الرسمية الذي أنشأها الأخ العزيز ابن الفنان أيوب طارش، شادي أيوب طارش. نعم. وكل ما لأيتموه وموجود، تأكيدا على المحبة التي يحبكم، بالإضافة إلى الزفة القديم رشوا عطور الكاذية. أحيانا شجع فنان وأحيانا شجع مذيع. ما شاء الله ما شاء الله. وصوته معك يعني من جميع النواحي يعني. الله يحفظكم. لائق يعني. الله يحفظكم. فبالتالي ثقوا تماما بأنه كل ما تريدوه هو في الموقع الرسمي للفنان أيوب طارش عبسي. ما شاء الله وقد نجومك كثير ومعجبيك كثير، واعملوا لايك 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 لايك. ليش يجمع اليوم هذا 1,000,000 محب و2 مليون محب و3 مليون محب للفنان أيوب طارش عبسي. مجرد ما تفعلوا الفنان أيوب طارش عبسي حتلقوا هذا الصورة، هذا الصورة بالكوفية الجميلة، هذا الكوفية اللي هي رمز الفنان أيوب طارش عبسي، وأصبح كثير من الشباب يقلدوه ويسيروا على نهجه، وأصبحت نموذج وعنوان كبير للأصالة وللتراث، التراث العبسي. مين يا أستاذ هذه عبسية يا أستاذ؟ هي عبسية هذا؟ لا هذه زنقباري. زنقباري بس. هذه المناطق كلها متأثر بها ما؟ لا أبدا، كانت هكذا يعني عفوية يعني. بس عبد الباسط عبسي، عبد الباسط كذا يعني. ايوه يحملها. يعني ايوه يحملها. استحسنوها يعني. الله يحفظكم. استحسنوها في. انا سجلت معي يا استاذ الاسبوع قبل الماضي بيحمل انا لكم. استحسنتها في شخص يعني كان صديق يعني في تعز، رافقنا الى جيبوتي، نسيت اسمه يعني. كان انيق. وكنت ايوه استحسنتها وقلدته يعني، وبعدين البقيه انتشرت من عندي. والمشد ما ايش مشداه؟ ما مش كثير. المشد ما اعملها مثل ما تعملها انت هكذا. صحيح. أيوة. شفتك انا في اكثر من لقاء. ايوه. طيب انتم ايضا على موعد مشاهدينا الكرام مع نماذج من الاغاني التراثيه الذي ما ألذ الصمت. هذه الكلمات لمن يا استاذ؟
هذه افتكر انها من التراثيات الذي كانت لكلمات علي صبر الله يرحمه. علي صبر الله يرحمه. ايوه مع لظى الصمت. صحيح. وشبابة الساقي هذه واحدة من الجميلات الأنيقات. عثمان أبو ماهر الله يرحمه. الله يرحمه. وهذا الصورة يا أستاذ شعركم كان جميل. لا كان يعني نوعا ما أكرت يعني بس كانت موضة والله كانت موضة أيوة كانت موضة في هذيك الأيام تطويل الشعر إلى هناك. فيصل علوي كذا وكان ويسموها التالو. أيوة التالو أيوة صحيح. وكان يسموها الخنفس كلها أنا الخنفس. أيوة هذه شبابة الساقي يا أستاذ لعثمان أبو ماهر، كانت من جميل الكلمات ومن جميل الألحان. يا أخي احنا نحبك. الحمد لله يا أخي احنا نحبك ونحب أغانيك. حفظكم الله ووفقك. هذا اللي أقولها لك. الله يسلمك. وش نقول لك سلام والدي الكريم. حفظك الله. وش نقول لك سلام والدتي الكريمة. يبلغ. الله يحفظكم ويرعاكم.